سلام سلام. اليوم غنهضروا على انواع العجين ديال البيتزا اللي كاينه في بيم. اول واحد عندنا هو هذا العجين الصغير ديال ميني بيتزا من ماركه بيمو. هذه النسخه الكامله يعني معموله بطحين القمح الكامل، فيها الالياف وكتجي صحيه شويه. كتجي في هذه الباكيه فيها 12 حبه. الوزن ديالها 192 غرام والثمن ديالها 13 درهم. زوينه اللي بغى يدير ميني بيتزا صحيه وخفيفه. وثاني حاجه عندنا واللي هي نفس الشكل ديال الاولى ومن نفس لا مارك ديال بيمبو، غير هي هذه عجين عاديه بلا طحين كامل، حتى هي فيها 12 حبه، نفس الوزن تقريبا 192 غرام والثمن ديالها رخيص شويه على الاولى، دايره 11 درهم، مناسبه اللي بغى يدير بيتزا صغيره للاطفال او لا كوجبه خفيفه. دابا غنهضروا على الحجم الكبير. اول حاجه غادي نبداو بها هي هذه اللي دايره 18.5 درهم. هذا النوع داير بزيت الزيتون، غير كتشمها كتقول يا سلام. زيت الزيتون كيعطيها واحد المذاق ديال زمان وكتجي لينه في الوسط ومقربشه في الجنب، مثاليه البيتزا خفيفه ومغربيه في البنه. وكاين هذا النوع الثاني من نفس لا مارك ديال بيمبو، الناس اللي باغيين يديروا بيتزا بلا ما ياخذوا حتى شي ذنوب، يعني صحيه، فيها الالياف وكتعطي واحد الطراوه زوينه، تصلح بزاف الناس اللي دايرين الريجيم ولكن ما باغيينش يحرموا راسهم من البيتزا، وكتعطيك واحد النكهه مختلفه بحال ديال الفرن ديال الحومه. وبالنسبه للثمن ديالها راه دايره 19 درهم وكتوزن 420 غرام، فيها 3 ديال الحبات. وكيف قلت لكم قبل، هذه دايره من القمح الكامل، صحيه اكثر من العجينه العاديه. وكاين هذا النوع الاخير من لا مارك ايكميك، الثمن 12 درهم فاصله 50. وكيف قلت لكم هذه العجينه ديال البيتزا كتكون كبيره في القياس وكتجيك بلا صداع، غير زيد الصوص والمكونات اللي بغيتي ودخلها الفرن، كتجيك بحال البيتزا ديال الريستو، زوينه للناس اللي ما عندهمش الوقت يعجنوا او يبقاو عاد مع العجين. هذه كتربح بها الوقت والطياب كيجي مقرمش شويه في الجنب. صراحه بيم دايرين خدمتهم، عطاو الحل لاي واحد بغى يدير بيتزا في الدار، صغيره ولا كبيره، صحيه ولا عاديه. قولوا لنا شنو النوع اللي كيعجبكم وشنو النوع اللي مجربينه، خليوا لنا تعليق باش نعرف شنو النوع اللي غادي نشارك معكم المره الجايه. السلام عليكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي.